لما نيجي نقرأ في سفر ملوك الثاني إصحاح 4 هنلاقي إصحاح 4 مليان بمعجزات جميلة جدا جدا جدا، بتبين لنا عظمة ربنا واهتمامه بمشاعرنا واهتمامه بكل تفاصيلنا. من أول معجزة الأرملة. أول معجزة اللي هي الأرملة دي زوجة أحد الأنبياء. زمان كان الأنبياء بيتجوزوا وبيعيشوا حياتهم عادي جدا، وكان أليشع هو رئيس للأنبياء. في يوم من الأيام جات الأرملة دي وهي بتصرخ لأليشع وبتقول له الحقني انقذني، أنا جوزي مات وعليا دين، وصاحب الدين عايز ياخد أولاد يكونوا عبيد عنده. فابتدأ أليشع يقول لها طب أنا أعمل إيه اللي موجود عندك؟ جات له ما عنديش في بيتي غير دهنة من الزيت. عارفين دهنة من الزيت دي مش شوية زيت، دهنة من الزيت يعني حاجة قليلة جدا جدا لا تذكر، نقطتين زيت كده في قعر الجزازة. فراح النبي إليشع قال لها قال لها استعيري من جيرانك على قد ما تقدري، على قد، ركزوا في الكلمة دي، على قد ما تقدري استعيري من جيرانك آنية. وده طبعا كان اختبار كبير جدا لإيمان الأرملة دي. يا ترى هي واثقة في ربنا، واثقة في رجل الله، ولا هتاخد كلامه بسخرية؟ أنا هستعير لي أنية هعمل بها إيه؟ وكلمة على قد ما تقدري عايز يقول لنا إن ربنا اطلبوا منه وانتم مش جلجانين، ما تطلبوش منه قليل. الله يعطي بسخاء ولا يعاير، بيدي وكرمه كتير جدا. سمعت الأرملة كلام إليشع وابتدت ان هي تستعير او تستلف من جيرانها آنية، وخدتها البيت وقفلت على نفسها هي وولادها. في الوقت اللي دخلت بيتها وقفلت على نفسها هي وأولادها، دخلت في علاقة صلاة عميقة جدا وقوية مع ربنا، وابتدت تصلي له، وربنا بالفعل سمع لصلاتها وصلاة أولادها وشفاعة النبي إليشع، وسمح ان الجزازة اللي فيها دهنة زيت تكون مليئة بالزيت، مش بس مليانة بالزيت، ده كانت كل ما أولادها يقدموا لها إناء تاخد من الجزازة دي وتصب تملى الإناء، تاخد وتصب تملى الإناء، لحد ما كل الآنية اللي موجودة في البيت اتملت. في الوقت ده بتقول لابنها اديني إناء تاني، قال لها مفيش. في نفس الوقت قال لها مفيش، راح الزيت ابتدى ان هو يمنع. راحت لإليشع وحكت له، قالت له اعمل ايه؟ قال لها بيعي كمية الزيت اللي عندك دي ومنها سددي الدين، وفي كده أولادك هيكونوا موجودين في حضنك. طبعا كده الله بيهتم بكل نفس محتاجة، حتى القليل اللي في ايدينا ربنا بيبارك فيه وبيخليه كتير جدا، مش بس كتير، ده يكفي ويفيض كمان. تاني معجزة، او بالنسبة لي مش معجزة، هي معجزتين في معجزة، ودي عن المرأة الشنومية. مبدئيا شونم كانت بتطلق على سبط يساكر. النبي إليشع كان بيعدي على شونم على فترات كده، كل ما يجي رايح مدرسة الأنبياء كان بيعدي على شونم. كان بيبقى ماشي من الكرمل للجليل، ومدارس الأنبياء دي كانت موجودة في الجلجال وبيت إيل، وكان لما بيعدي على شونم بيبيت في أي فندق موجود هناك. المرأة الشنومية دي كان وصفها الكتاب بأن هي امرأة عظيمة جدا، وهنا كلمة عظيمة معناها ان هي يا اما كانت غنية جدا او زوجة لرجل غنية جدا. بس لما نتعمق في الاصحاح ونقراه هنكتشف ان هي ما كانتش غنية فلوس، لا، دي كان عندها صفات روحية عظيمة جدا. كان كل ما النبي إليشع يعدي على شونم كانت تعزمه على الأكل، إن هو يدخل بيتها وبيت جوزها وياكل هناك. فكان كل ما ينزل شونم كان يروح ياكل عند المرأة الشونمية دي. فمن يوم من الأيام حكت مع جوزها وقالت له إيه رأيك إن إحنا نكرم الراجل ده أكتر ونبني له علية في البيت بتاعنا، كل ما ينزل شونم يقعد فيها. وكلمة علية معناها أوضة أو غرفة بتكون منعزلة عن البيت، يعني ما تكونش في وسط الأوض بتاعتنا في البيت، بتكون على جنب كده عشان يقعد فيها النبي براحته ويختلي فيها ويصلي براحته. جوزها وافق وبالفعل عملت كده، ولما نزل أليشع لشونم وافق ان هو يقعد في العلية دي. فحب أليشع ان هو يرد لها كرم ضيافتها والحاجات الحلوة اللي هي بتعملها معاه.
فطلب من الغلام بتاعه اللي هو جيحازي وقال لي ادعي لي الست دي، انا عايز نفسي ارد لها حاجه من الجمال اللي هي عملتها معايا. فجت فقال لها اعمل لك ايه، اقدم لك ايه؟ طيب انت ليكي حاجه عند الملك او رئيس الجيش؟ قالت له لا، انا عايشه في وسط اهلي وفي وسط شعبي. طيب ايه علاقه اليشع بالملك او برئيس الجيش؟ هنلاحظ ان اليشع بعد معركه مؤاب وعملوا مع الجيش اصبح ليه كلمه عند الملك وعند رئيس الجيش، وكانوا بيعملوا له الف حساب. مش بس كده وبيسمعوا كلامه، ده كانوا بيخافوا منه بالرغم من شرورهم الكتيره، كانوا بيخافوا من النبي اليشع. طيب اعمل لك ايه؟ هي ما اتكلمتش، لكن الغلام اللي هو جيحازي قال له ان هي ما عندهاش اولاد وجوزها كبير في السن. فراح بص لها كده وقال لها في نفس الميعاد هيكون عندك طفل. فردت عليه وقالت له ايه؟ لا يا سيدي رجل الله، لا تكذب على جاريتك. يعني ما كانتش مصدقه او بمعنى صح خايفه تصدق ان ممكن يكون عندها طفل. وجه الميعاد بالفعل وربنا عطاها طفل، بس للاسف حصلت حاجه مؤلمه جدا. في يوم من الايام بابا كان في الغيط، فالطفل ده كان معاه في الغيط، فابتدى يصرخ رأسي رأسي، في الغالب طبعا في الغيط فممكن تكون جات له ضربة شمس. فبابا طلب من العبيد بتاعته او الغلمان بتوعه ان هم يرجعوه لمامته في البيت. بالفعل خدوه ودوه البيت، ففضل قاعد على ركبتيها يعني على رجليها لحد الظهر، وبعد كده للاسف مات. لما مات الطفل خدته وراحت طلعته للعلية وراحت منيماه على السرير بتاع أليشع، وبعتت لجوزها وقالت له ايه؟ ارسل لي واحدا من الغلمان واحدى الأتن فأجري إلى رجل الله وأرجع. ابعت لي غلام من عندك وابعت لي أتاني اللي هو الحمار يعني، عشان هروح عند رجل الله. فابتدى يقول لها ولا سبت ولا رأس الشهر، انت رايحة ليه؟ فقالت له سلام يعني خير ما تقلقش. بالفعل راحت هناك. اول ما النبي إليشع لاحظها جايه اكراما ليها ما استناهاش لغايه ما توصل لحد عنده، بعت لها جيحازي يعني خلى جيحازي يتمشى عليها ويسالها اسلام لك، اسلام لزوجك، اسلام لابنك، يعني انتوا كلكم بخير؟ قالت له سلام، بالرغم ان ابنها ميت في البيت. لكن الست دي رايحه رايحه بثقه كبيره جدا. يعني تخيلوا، يعني يا رب يحافظ على اولادكم، ابنها ميت، المفروض تكون رايحه منهاره وبتبكي وبتصرخ، لا لا لا، دي بتقول له سلام يعني خير ما تقلقش. فابتدت تمسك في رجليه، فجيحازي بيبعدها عن رجليه طبعا اكراما لرجل الله، فقال له سيبها، دعها لان نفسها مره فيها والرب كتم الامر عني ولم يخبرني. سيبها، هي حزينه، هي مره النفس، بس ربنا خبى الخبر عني وما بلغنيش. فقال لها هل طلبتي ابنا؟ هل هي بتقول له، بتعاتب أليشع بتقول له هل طلبت ابنا من سيدي؟ انا طلبت منك ابن، ألم أقل لا تخدعني؟ يعني ايه؟ زي اللي عايزه تقول له ايه؟ كان افضل ان انا اعيش من غير اولاد، ومن افضل من ان ربنا يديني ولد وياخده مني. دي بالنسبه لها كانت مراره وكسره كبيره جدا. فقال لجحازي ايه؟ روح خد العكاز وروح للطفل وحط العكاز عليه. جيحازي سمع الكلام ومشي، لكن هي فضلت متمسكه في أليشع وقالت له مش هسيبك غير لما تروح معايا. أليشع وافق وراح معاها، وهم في الطريق جاب له جيحازي راجع. فجيحازي قال له انا حطيت العكاز وما حصلش اي حاجه، الطفل زي ما هو ما فيش تغيير. فراح أليشع دخل البيت وطلع العليه بتاعته وابتدى يصلي لربنا، وابتدى ان هو ينام على الطفل كده لحد ما جسمه سخن، ورجعت له الروح تاني وعطس 7 عطسات، وبعدها بقي كويس جدا، يعني عطس 7 مرات، وبعد كده ابتدى يفتح عينيه. وخدته مامته وركعت عند رجلين أليشع وسجدت للأرض وخدت ابنها، وابتدت ان هي تطلع من العلية اللي كان موجود فيها أليشع. كده دول معجزتين. المعجزة الأولى ان ربنا اداها طفل مع ان رجلها كبير وهي ما كانت يعني كانت كبيرة في السن. والمعجزة الثانية ان لما ابنها يموت ربنا يسمح ان روحه ترجع له تاني على يد نبيه اللي هو أليشع. ثالث معجزة موجودة في الإصحاح ده اللي هي معجزة موت في القدر. يعني موت في القدر. كانوا موجودين في الجلجال، كان في جوع في الأرض كلها، وبني الأنبياء كانوا قاعدين
أليشع طلب من الغلام، قال له حط القدر اغليه وجهز أكل للناس اللي موجودة دي. راح ابتدى يدور، كان الأكل بتاعهم أكل بسيط جدا، أعشاب بقوليات حاجات كده بسيطة جدا. فبالفعل الغلام ابتدى يجيب يدور على أكل، فلقى يقطينا بريا فالتقط منه قوصاء بريا. القوصاء ده أو القوساء ده كان بعد عنكم حنظل، حاجة مرة جدا. طبعا هو ما كانش يدرك انها حاجة تأذي او حاجة وحشة. خدها وابتدى يحطها في القدر ويغليها. فابتدى قبل ما يغرف كده منها بيدوجوا، فلقوا طعمها مر جدا. وبالمناسبة القوساء ده كان بيتسبب، اللي بياكله بيتسبب له في قيء شديد جدا ومغص شديد جدا في البطن. فبيقولوا للنبي إليشع في القدر موت يا رجل الله، ومش هنقدر نوكل الناس منه. فراح تخيلوا أليشع طلب منهم حاجة بسيطة جدا. طلب منهم ان هم يجيبوا شوية دقيق ويحطوهم في القدر ويجلبوهم، وبعد كده يقدموا للناس ان هي تاكل. عملوا كده وبالفعل كلوا وما حصل لهمش اي حاجة. فربنا قادر ان هو ينزع الخطر من حياتنا، حتى ان احنا عملنا ده عن جهل، يعني احنا ما كناش قاصدين. ممكن حاجة تكون جاية شر في حياتنا وربنا الشر ده يحوله الخير. ممكن تكون حاجة في حياتنا احنا متخيلين ان هي مستحيل تتغير او مستحيل ان هي هتكون سبب بركة. لا، ربنا ممكن يحول، مش ممكن، ربنا قادر ان هو يحول الشر الى خير. اخر معجزة في الاصحاح الرابع وهي معجزة اطعام 100 رجل. كان في رجل من بعل شليشة. بعل شليشة دي كانت قرية قريبة من الجلجال. كان راجل شاطر بينفذ وصية ربنا بان هو يقدم البكور بتاعته. فابتدى يقدم البكور بتاعته عبارة عن 20 رغيف خبز مصنوعين من الشعير. قدمهم طبعا لإليشع. الراجل ده كان كريم جدا في عطائه، وإليشع كان شخص جميل جدا وكريم جدا، ما خدهمش لنفسه، لا ده هياكل هو وكل الناس اللي موجودين. فبيقول الغلام بتاعه قدم للناس، فرد بيقول له 20 رغيف دول هيكفوا 100؟ قال له قدم، هياكلوا وكمان هيفيض منهم. وبالفعل قدموا 20 رغيف من الخبز من الشعير، قدموهم 100 رجل كلوا وفاض كمان عنهم. وده بيفكرنا بمعجزات الرب يسوع في العهد الجديد، وإشباع الجموع ب5 خبزات وسمكتين، كلوا وفاض كمان عنهم. فربنا قادر ان هو يبارك في القليل اللي عندنا، يخليه كتير، مش كتير بس، كتير ويفيد. ربنا يملأ بيوتكم بالخير والبركة.